صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوني فيه. خلاص الصيف بدأ رسميا النهاردة، والاجازات خلاص قربت، وكلنا بندور على فنادق تناسب البادجت بتاعتنا علشان نقضي فيها الاجازة. شم النسيم خلاص يوم الاثنين، وكل سنة واخواتنا الاقباط بخير وطيبين يا رب. خلاص يدوب بقى اللي عايز يروح اي مكان يبدأ يدور على الفندق المناسب ليه علشان يحجز. النهاردة انا جاية وهكلمكم عن فندق فئة اقتصادية مميزة. بس قبل ما ابدأ، واللي لسه ما يعرفنيش ولأول مرة يشوف فيديوهاتي، انا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر، والفنادق واسعارها واهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسألوا اي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وانا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ويلا بينا نبدأ. الفندق اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فئة اقتصادية مميزة، يعني مش أقل حاجة ولا أعلى حاجة ولا حتى متوسطة. أنا بتكلم في فئة اقتصادية مميزة، يعني هتكون حلوة جدا بالنسبة لسعرها. وهنا برضو هأكد عليكم إن الفندق بيقدم قيمة مقابل سعر معقول للناس اللي بتدور على الفئة السعرية دي. الفندق هو هواي جاردن في الغردقة في منطقة الأحياء. مجموعة هواي مجموعة كبيرة عبارة عن 5 فنادق تقريبا، كلهم في نفس المكان، بس طبعا كل فندق بيختلف عن التاني في السعر. بس عايزة أأكد عليكم تاني إن الفندق ده مناسب جدا للناس اللي بتدور على الفئة الاقتصادية المميزة دي أو بسعره ده، فيقدروا ان هم يتبسطوا فيه جدا. انا ضد ان الانبساط مرتبط بالفندق ان هو يبقى يعني عالي او سعره غالي، لا بالعكس، الانبساط قرار، يعني تقدروا تتبسطوا في اي مكان. هواي زي ما ليها محبين ليها ناس مش بتفضلها قوي، فكل واحد حر في رأيه طبعا ويختار المناسب ليه. الفندق مساحته كبيرة جدا، تقريبا فيه كل حاجة ممكن تحتاجوها. الفندق طبعا صف اول على البحر، ليه بيتش وفيه اكوا بارك ضخمة جدا واكتر من بول ومجموعة من المطاعم، بارات كمان على البول وعلى البيتش. تقدروا تاخدوا سناكس ومشروبات طول اليوم زي ما انتوا عايزين. نظام الاقامة اول انكلوسيف، فطار وغدا وعشاء ومشروبات وسناكس. البيتش بتاع الفندق صخري، بس في مارينا تقدر تنزل تعمل سنوركلينج او دايفنج. متوفر كمان في الفندق الادوات اللي بتأجروها، ممكن كمان جايد ينزل معاكم زي ما تحبوا. كمان الاكوا بارك بتاع الفندق مميزة وكبيرة جدا، ضخمة جدا بالنسبة للكبار والاطفال. الاكوا بارك فيه للكبار والاطفال، فيها العاب كتير جدا، عبارة عن تقريبا 29 سلايدز. فالاكوا بارك ضخمة وكبيرة، هتتبسطوا فيها جدا. في اكتر من بول كبار واطفال طبعا. في كمان منطقة كيدز اريا للاطفال، الناس اللي معاهم اطفال هيتبسطوا جدا هناك، لان في هناك برضو اكتيفيتي كتير للاطفال. في طبعا فقرات يومية، حفلات بالليل، وفريق الانيميشن هناك كويس. ده غير طبعا هناك جيم وسبا، وفي صالة العاب بلياردو والعاب للاطفال. في حاجات كتير مسلية. بالنسبة للغرف، الإطلالة بتاعتها بيكون في جاردن فيو، بول فيو، وبيتش فيو. في طبعا مطاعم للفطار والغدا والعشاء، في سناكس ومشروبات زي ما قلت لكم تقدروا تاخدوها طول اليوم على اي بار بقى، على البيتش، على البول، زي ما تحبوا. كمان الفندق كبير جدا، والمساحات الخضراء فيه كتير، واجواءه جميلة، تقدروا تتبسطوا هناك جدا. بالنسبة لسياسة الأطفال هناك بيكون الطفل الأول لغاية 12 سنة والطفل التاني لغاية 6 سنين. طيب هنيجي بقى لنقطة الاختلاف واللي فيه ناس كتير بتشتكي بسببها، الأكل. الأكل طبعا هناك مش أحسن حاجة، بس برضو مش أسوأ حاجة. هو مناسب للفئة السعرية دي زي ما قلتلكوا. بالنسبة للبيتش، هو صخري، فاعملوا حسابكم في شوز بحر، لأن البيتش صخري، أو تقدروا تعملوا سنوركلينج من المارينا أو دايفنج، برضو هتتبسطوا هناك جدا. طيب بالنسبة بقى لنظام الحجز، ممكن عن اكتر من طريق. ممكن عن طريق بوكينج، او عن طريق شركات السياحة زي ما تحبوا، او مع الفندق دايركت براحتكم. بس ميزة شركات السياحة ان هي بتوفر انتقالات ذهاب وعودة، مش بتقابلوا مشكلة في الانتقالات وكده. طيب لو قررتوا بقى ان انتوا تحجزوا مع شركات سياحة، اهم حاجة تتأكدوا ان الشركة تكون مرخصة وليها محل على ارض الواقع، علشان تتجنبوا اي نصب ممكن يحصل. هتلاقوا كمان على القناة فيديوهات كتير لأهم حاجات تعملوها في الغردقة، لأن طبعا الغردقة فيها اكتيفيتي كتير تتعمل بالنهار وبالليل، فيها خروجات، فيها حاجات كتير تقدروا تعملوها. هسيب لكم الفيديو ده في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت تقدروا تشوفوه. كمان في فيديوهات كتير للفنادق في الغردقة، هسيبها لكم برضو كلها في الوصف تحت تقدروا تشوفوها.
طيب بالنسبة لمجموعة هواي زي ما قلت لكم هي اكتر من فندق، في فنادق سعرها اعلى من الفندق ده. كمان في حاجة بقى معرفش كل الناس عارفينها ولا لأ، كان في هواي سيزر من ضمن مجموعة هواي. الوقت طبعا هو مبقاش موجود لأن سان رايز أخدته، وبقى في سان رايز ألورا مكانه. طبعا الخدمة اختلفت، الجودة كل حاجة اختلفت، النظافة، الأكل، كل حاجة طبعا. يعني بما ان هو مع سان رايز فطبعا الوضع اختلف تماما. انا كنت نزلت فيديو للفندق ده وهو سان رايز ألورا، هسيبه لكم برضو في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت تقدروا تشوفوه. لو عايزين تعلوا بالبادجت شوية فطبعا سان رايز ألورا هيكون اختيار حلو جدا ليكم. طبعا الغردقة فيها فنادق كتير جدا وفي مناطق كتير جدا، في مكادي وفي الممشى وفي الأحياء وفي سوما باي، الجونة، سهل حشيش. أنا كنت نزلت فيديوهات لفنادق كتير، هسيبها لكم في الوصف، ولسه هتكلم عن فنادق كتير جدا كل المستويات هنزل عنها. فلو حابين أتكلم عن أي فندق معين أو تسألوا أي سؤال سيبولي تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. طيب بالنسبة بقى للناس اللي قررت ان هي تحجز مع شركات سياحة، بالنسبة للرحلات الداخلية جوه الغردقة فطبعا شركة السياحة اللي مطلعاكم بتوفر لكم الرحلات دي. لو انتوا طالعين مع بوكينج او حاجزين مع الفندق دايركت، ففي طبعا مكاتب حجز للرحلات الداخلية بتكون في الممشى، تقدروا تدوروا على احسن سعر بالنسبة ليكم وتطلعوا برضو الرحلات دي. الموضوع بيكون سهل جدا. في طبعا ناس بتحب تطلع شرم الشيخ او دهب، هتلاقوا كمان على القناة فيديوهات كتير عن فنادق شرم الشيخ ودهب واهم حاجات تعملوها في شرم الشيخ او في دهب. كمان في فيديوهات كتير لفنادق في اسكندرية وخروجات اسكندرية، هتلاقوا برضو فيديوهات على القناة خاصة باسكندرية برضو، ما تنسوش تشوفوها لو حابين تروحوا هناك، هتفيدكم جدا. ولسه انتظروا الفترة اللي جاية، هنزل فيديوهات كتير قوي عن فنادق الغردقة وشرم الشيخ ودهب، عن اهم فنادق بتبحثوا عنها. هتلاقوا الفيديوهات دي نازلة قريب جدا، فما تنسوش الاشتراك واللايك علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وعايزه بقى اقول لكم في الاخر حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا هنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس. ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحه والسفر سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.